السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم كما راكم تشوفوا في الفيديو راح نشارك معاكم بطاطا في الكوشه مع اللوبيا خضراء مع الدجاج، روعه في البنه. وصفه صيفيه وسهله التحضير، تحضريها ليه. تبعوا برك معايا الفيديو للاخر تكتشفوا معايا طريقه التحضير. إذا بسم الله نبدأ. أول حاجة عندي بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة، راح نضيف معها شوية تاع الزيت، وراح نضيف كمية تاع الملح ونخلي البصل يتقلى مليح. وهنا بعد ما نشوف البصل ديالي تقلى راح نضيف الدجاج. هنا الدجاج حسب الكمية اللي تحبوها، إذا هكذا ولا حسب أفراد العائلة. وراح نضيف أيضا الثوم هكذا ونخليهم يتقلوا مع بعض مليح. وهنا راح نضيف التوابل. بالنسبة للتوابل واش درت فلفل كحل، وعندي الكركم، وعندي ثاني فلفل عكريم زين هكذا، ونضيف ايضا راس الحانوت ونخليهم يتقلوا مع بعض مليح. اذا هكذا نبقى نحرك في الدجاج حتى يتقلى مليح. وراح نضيف فيما بعد حبة طماطيش مرحية، اذا هكذا. وراح نزيد نصف ملعقة طماطم مصبرة ونزيد نخليهم يتقلاو مع بعض مليح. وهنا ثاني ضفت الزعترة، وراح نضيف حشيش معدنوس كما راكم تشوفوا. نزيد نخليه يتقلى شوية وراح نمرق بالماء يكون أسود. هنا ما راحش نمرق بكمية كبيرة تاع الماء لأن الدجاج ديالي راهو طايب نص طياب، راح يزيد برك يطيب مليح هكذا. مام لاصوص ما راحش نحتاج يعني كميه كبيره. هنا راح نغلق على الطنجره ديالي نخلي الدجاج يطيب. وعندي اللوبيا خضراء كنت طيبتها يعني في الماء كما راكم تشوفوا، درت معها غير شويه تاع الملح. من جهه واحده اخرى عندي بطاطا بقطعه يعني خشينه شويه، كالبطاطا تاع الكباب، راح نقليها في الزيت وراح نكمل معاكم. وهنا بعد ما كملت تقليت البطاطا جبت المول اللي راح يدخل للكوشه، درت اول طبقه هذيك البطاطا وضفت اللوبيا من الفوق، وراح نضيف الدجاج طبقه اخيره مع اللاصوص ديالو. هكذا البطاطا واللوبيا راح يشربوا كامل هذيك لاصوص، والطبق ديالنا يجي من اروع ما يكون، يعني بزاف يجي معسل بهذيك لاصوص تاع الدجاج. هادشي كانت ساعة حمد على جدة سيهي. هادشي الحلاوة هادشي كنورسي.
وهنا راح ندخل الطبق ديالي للكوشه، غير يتحمر هذاك باتيسري. الدجاج راح يكون يعني الطبق ديالنا جاهز. بما ان اللوبيا راهي طيبه والبطاطا طيبه والدجاج طايب، يعني غير يتحمر من فوق. هذا هو اذا الشكل النهائي للطبق ديالنا، جا يعني روعه، بنين بزاف. كما راكم تشوفوا تحمر كامل هذاك الدجاج من الفوق، وجا طبق يعني معسل، يعني بنين بزاف. اذا نتمنى تعجبكم هذا الوصفه، وصفه سهله وسريعه وطريقه يعني جد رائعه. نتمنى ان تجربوه. واذا عجبكم الفيديو ديالي تاع نهار اليوم، ما تنسوش برك دعم القناه باللايك والاشتراك طبعا اللي مازال مشتركش في القناه ديالي، وما تنسوش البارطاج مع الاحباب والاصدقاء، هكذا راح تعم الفائده. والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.